بونجور ميز امي، جوسبيغ راكم بخير. لا غوسيت تاع اليوم حريره اللي راح تجي هايله بنينه محرحره كيما يحب الخاطر. فريمون بالخف راح توجدوها. دوك تقولوا معايا كيفاش لاكيش ولا حريره؟ وي راح نوجدوا حريره وميم طون راح نوجدوا لاكيش. وما نحكي لكمش على لاكيش كيف جات تحفه. يلا معايا تشوفوا المقادير وكيفيه التحضير. حريره تاع اليوم بالدجاج وماشي باللحم. راح نجيب لا كوكوت وراح نديرو السمن من الاحسن. انا درت الزبده والمارغرين كيما راكم تشوفوا. حطيت صدر دجاج وبصله كبيره مع 3 حبات زروديه. الحريره تحب بزاف زروديه. ونزيدوا لها حبه تاع طوماطيش تكون كبيره مقشره ومقطعه. وراح نديروا لي زيبيس فلفل كحل مع زنجبيل وكركم. حبه حلاوه زريعه البسباس ركزوا لي عليها مع فلفل احمر وراس الحانوت والقرفه. قزبر مرحي مع توم بودره. الملح. نزيدو ربطة تاع الحشيش مع الحمص. اذا كان عندكم الحمص طيب خلوه حتى تطيب الحريرة وتحطوه. راح نزيدو مغرف كبيرة تاع طوماط كونسونطري. وراح نخلي الخضرة تاعنا والدجاج يتقلاو مليح. كل ما يتقلاو مليح راح تجي الحريرة بزاف بنينة. سيوها على بالي راح تعجبكم. كما راكم تشوفوا راح نزيد 2 فصوص تاع الثوم نسيت باش نديرهم. وراح نخليها تتقلى. بعد ما خليتها تتقلى مليح، شوفوا تقلى تري بيان. راح نزيدوا لها الماء سخون، لازم يكون الماء سخون. نمرقوها ونخلوها تطيب حوالي 20 دقيقه حتى نص ساعه حتى تلقاو الدجاج تاعكم طاب والخضره طابت. وما تنساوش كيما العاده اذا عجبتكم لا غوصه ديروا جيم، ابونيو بارطاجيو كومونتيو. شوفوا بعد ما خليناها 20 دقيقة طابت الخضرة وطاب الدجاج. راح نحو الربطة تاع الحشيش مع الحمص والدجاج وراح نميكسيو كلش. الوصفة تاع الحريرة الأصلية تجيب العقدة تاع لافارين، بصح أنا كي ميكسيتها جاتني مليحة، ما جاتنيش خفيفة وما درتلهاش العقدة. بصح نتوما إذا جاتكم خفيفة ماشي ثقيلة زيدوا لها العقده تاع لافارين. ديروا في بول شويه تاع الماء مع مغرف كبيره تاع لافارين وحركوا مليح وديروها مع الخليط وزيدوا ميكسيوها. كما راكم تشوفوا هنايا بعد ما ميكسيت كلش زدت الدجاج فتتو مع ربطه تاع الحشيش وزدت شويه تاع لي زيبيس اللي هما زريعه البسباس وحبه الحلاوه والقرفه والقزبر. ونخليها حوالي 10 دقائق على نار هاديه باش تزيد تعقد شويه. سيوها على بالي راح تولوا تعتمدوا عليها. وهذه هي لاكيش اللي قلت لكم عليها. راح نديروا لها واحد الخلطه بهذاك البولي اللي طيبنا فيه الحريره. كما راكم تشوفوا وجدت لا كريم بيشاميل بالفرomage. راح نديروا في هذاك البولي مع شويه فرomage فوندو ونميكسيوهم. ابخي ما يتميكساو راح نزيدو نخلطوه في هذيك لا كريم بيشاميل ونحطها فوق لاباط. راني كتبت لكم المقادير في لا فيديو. هاد لاباط ما درت لها لا بيض لا حليب لا والو، درتها غير بالزيت وجات مقرمشه وطريه وميم طون جات هايله. انا حبيت برك نعطيكم فكره مع واش تحطوا الحريره. حبيت نشارككم هاد الخلطه اللي جات بزاف بنينه، جربوها. كما راكم تشوفوا حطيت هذيك الكريمه فوق لاباط وراح نزيد لها الفرomاج غابي وراح نحطوها في الفور على درجة 180. خلوها كاش نص ساعة حتى تتحمر مليح لاباط في لي كوتي وخرجوها. بعد ما خليت الحريرة 10 دقائق تتجمر شوفوا كيفاه جات. وكما قلت لكم اذا حبيتوها تكون ثقيله اكثر من هكا ديروا لها العقده تاع لافارين. وهذه هي الحريرة، شوفوا كيفاه جات ولا اروع. وهذه هي لاكيش شاهدكم في الجنة. وإن شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو ونخليكم في وصفة جديدة إن شاء الله. مع السلامة.